دولار. يعني تخيلوا مخسر نفسي مبلغ قريب ال20,000 دولار عشان أطلع الجزائر بأحسن صورة. لكن شوف شنو صار معي. فاللي صار إنه بعد مرور كم يوم صار موعد سفرتي. فشنو سويت؟ قمت واخذت جناطي وكل المعدات ورحت حق المطار. وصلت مطار الكويت وطرت من الكويت للجزائر. فأول ما وصلت الجزائر ولا أتفاجأ ما شاء الله زحمة. فصفيت بالطابور على ما يجي دوري. فبعد مرور تقريبا ساعة وأنا واقف بالطابور ولا يوصل دوري. فأول ما وصل دوري عند موظف الجوازات على طول رحت له وعطيته جواز السفر مالي. فأول ما شاف إنه جواز السفر كويتي قام وعطاني ورقة عشان أعبيها. فقلت له أوكي بس عطني قلم الحين أعبي لك الورقة وأعطيك إياها. كان يطالع لي كذي جاي يقول لي لا أطلع من الطابور كله وروح ورا هناك وعبها. قلت له زين أنا الحين تقريبا صار لي ساعة ناطر بالطابور على ما وصلت لك. يعني الحين لو بطلع من الطابور وارجع يمكن يبي لي ساعة واكثر. جاي يقول لي انا مالي شغل هذه مشكلتك. قلت له خلاص اوكي ما عليه ان شاء الله الحين راح اروح واعبيها بس ما عليك امر عطني قلم عشان اعبي البيانات. جاي يطالعني ويقول لي ما عندي قلم انت دبر نفسك. تدرون شنو المشكلة يا جماعة؟ انا ما عندي مشكلة لو فعلا ما عنده ابدا ما فيها مشكلة. لكن المشكلة بعيني شايف القلم يمه. يعني تخيلوا انه يبخل عليك بقلم. انا كله بس اعبي البيانات وبرد له اياه. يعني ما ادري شنو هالتعامل كان. المهم على الرغم من كل اللي صار والله ما اعترفت ومشيت بالقانون. فسبحان الله ربي سخر لي واحد من الاشخاص شاف لي اني متوهق وما عندي قلم وكذي فقام وعطاني القلم اللي عنده وقال لي عبه وبعدها رجع لي. وفعلا قمت وعبيت البيانات ورجعت له وبعدها رحت حق الطابور وصفيت تقريبا لمدة ساعة. فبعد تقريبا ما نطرت ساعة وصل دوري ورحت عند موظف الجوازات وختم جوازي وبعدها دخلت ورحت أدور على جناطي. المهم رحت عند السير اللي ينزلون فيه جناط المسافرين. فوانا ناطر جنطتي ولا يجيلي شخص من وراي ويسألني انت اليوتيوبر الكويتي احمد المعراج؟ فقلت له اي نعم انا. ولا اتفاجأ يقول لي انا فلان الفلاني من الشرطة. وقام وطلع لي بطاقته وطلع فعلا من الشرطة. فهني انا استغربت ايش السالفة. فهني انا طالعت شوي وانا منصدم ومستغرب. كان يقول له شنو في شيء انا مسويه؟ كان يطالعني جاي يقول لي لا ابدا بس حبينا نطمن عليك ونرحب فيك في الجزائر. فهني اوف يا اخي كانت افكار تجيب راسك شو مسوي انت هذا. لما قال لي هالكلام شكرته وبعدها راح. المهم كملت عادي وانا ناطر جناطي. فللاسف جناطي تاخرت حيل وكانت من اخر الجناط اللي توصل. فوانا قاعد اخذ جناطي ولا الاحظ الشرطي اللي قبل شوي يالي معاه 2 من الجمارك كانوا واقفين بالجهة هذيك قاعد يطالعوني انا. يا جماعة هادين كل الناس اللي موجودة في المطار وقاعد يطالعوني انا. فهني حسيت انه فعلا في شيء غريب. المهم مع ذلك ما اعطيت له اهمية وقمت اخذت جناطي ورحت ابي اطلع من المطار. فتوني جاي ابي اعدي من البوابة اللي تطلعني برا المطار ولا اتفاجأ انه يجيلي واحد من رجال الجمارك ويقول لي ارجع نبي نفتش جنطتك. فقلت له اوكي الحين راح ارجع. وفعلا رجعت وفتح الجنطة وبدأ يفتشها. فبعد ما قاعد يفتش الجنطة واللي حصل الكاميرات والمايكات اللي استخدمهم في التصوير. فطالعني كان يشرح المعدات يقول لي شنو هذا؟ كان اقول له هذه المعدات اللي انا استخدمها حق تصوير فيديوهاتي في اليوتيوب. فقمت ووريته قناتي في اليوتيوب ووريته وعطيته كل المعلومات اللي يبي يعرفها. فقال لي بنبرة صوت عالية لازم نحجز هالمعدات. كان اطالع كان يقول له ليش؟ أنا جاي أبي أصور فيديوهات جميلة عن الجزائر وببين جمال الجزائر. لكن للأسف رده كان في قمة قلة الأدب. تدرون شنو قال لي؟ قال لي هالفيديوهات سوها في بلدك مو عندنا هني. وللأسف رغم كل المحاولات اللي سويتها عشان ما يحجز المعدات لكن للأسف ما رضى أبدا وقام وحجز المعدات. المشكلة الأكبر تدرون شنو؟ إن حتى بعد ما فتش جنطتي وأخذ المعدات ما خلاني أروح. لا خلاني واقف على رجلي بنفس المكان اللي أكثر من ساعة. فبعدها راح الموظف وجاء موظف ثاني مكانه. المشكلة شنو؟ إن الموظف الثاني اللي جاء رجع فتش الجنطة اللي أساساً قبل شوي كان مفتشها زميله. فقاعد يفتش 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 لكن ما لقى شيء بالجنطة. انتوا الحين عبالكم إنه خلاني أروح خلاص ما لقى شيء بالجنطة وخلاني أروح؟ لا أبداً خلوني أنطر أيضاً ساعة ونص. فبعد ما نطر تقريباً ساعة ونص ولما رجع لي الموظف الأول اللي هو أول واحد فتش الجناط وطلع المايكات. فيالي كان يقول لي تعال معاي نروح الغرفة عشان يتم تفتيشك. بصراحة يعني حيل تنرفزت. كان يقول له وانا جاي مليون مرة تفتشت يعني هم راح تفتش مرة ثانية وثالثة وعاشرة اللي متى؟
جاي يقول لي أنا مالي شغل بأي تفتيش من التفتيشات السابقة حقك، الحين لازم تتفتش مرة ثانية. المهم قلت أحمد كبر راسك وروح معاه، وفعلا قمت ورحت معاه وقاعد يفتشني وما لقى ولا شيء. سمعوا الكارثة، تدرون شنو قال لي؟ بعد ما قاعد يفتشني وما حصل شيء، جاي يقول لي ليكون الزرة اللي موجودة عندك فيها كاميرات قاعد تصورنا. هني بصراحة يعني صدمت حيل، وبصراحة يعني عورني قلبي، أكون صريح معاكم عورني قلبي حيل هني بهالفترة، خاصة بعد ما قال لي هالكلام. كانوا قاعد يعاملوني كأنه شخص مجرم، مو معاملة شخص يبي يطلع بلدهم بصورة حلوة، يبي يوري الناس جمال الجزائر. يعني أنا بسوي شيء زين، كل هذا يصير معاي من أول يوم وللحين أنا ما دخلت البلد. فهذا باختصار اللي صار معاي، واللي كان السبب الرئيسي بضعف جودة الفيديوهات. بس بصراحة كنت أتمنى الشخص أو بعض الأشخاص اللي كانوا قاعد يعتبون علي بالتعليقات بسبب ضعف جودة الفيديوهات إنه ما يعتب علي أنا، كنت أتمنى إنه يعتب على بعض المسؤولين عنده اللي للأسف قاعد يحاربون الأشخاص اللي يبينون الجزائر بصورة حلوة.